السلام عليكم. طبعا أفضل عريقة أو مكونات بسيطة جدا لزيادة نشاط الحصان. حصان عربي مستورد أي شيء، إن هي الشعير والدبس. قطية دبس كاملة وشعير. طبعا الحصان إذا كان متعود على الشعير تعرف تعطيه 5 كيلوات أو 4، ما عليه شيء إذا تعطيه فوق 5 كيلوات، لكن لا تعبر 7 كيلوات أو 8 كيلوات. تجيب الدبس تديره كله. إذا كان تمر بعد أفضل، لكن التمر مرات تسبب مغص إذا ما نفلسه. المفروض تفلس التمر. قطية كلها تفرغها. اصبر مع الشعير تعطيها للحصان. من الأفضل كيلوين أو 3 جيد للحصان. الوجبة الوحدة، وجبة واحدة كل عصرية صبحية، نص صبحية كيلو من العفو، من الصبحية كيلو، الظهر كيلوين، العصر أو المغربية يتفضل إن المغربية أحسن حتى الحصان يستقر. 5 كيلوات أو 3 للحصان اللي متعود على الشعير. لكن إذا ما متعود، من الأفضل تعطيه الصبح نفس النظام اللي الحصان متعود، بس أقل بالمدة المدة اللي الحصان متعود على الأكل. مثلا الحصان متعود على الأكل تعطيه 5 كيلوات 6، لكن الحصان اللي ما متعود على الأكل تعطيه 3 كيلوات 4 2 كذا. الحصان ما متعود على الشعير طبعا. وهذه أفضل عريقة حتى تزيد نشاط الحصان وحرارة دمه بالتأكيد.